كابتن الخطيب زميلنا العزيز اسامه حسني النهارده الصبح في الام بي سي برضه على ذات الشاشه مع مهيب عبد الهادي طلع له صوره الباسبور اللي الكابتن الخطيب واخد فيه تاشيره امريكا يوم كام يا جماعه؟ 27 ابريل ولمده 5 سنين. عارفين يعني ايه 27 ابريل؟ انا ليه بقول لكم 27 ابريل؟ لانه السفيره الامريكيه جت النادي الاهلي بعدها بشهر كمان. يعني ما كانش محتاج الكابتن الخطيب توصيه يدعو السفيره عشان تعمل توصيه. التاشيره لو شفتوها هتلاقوها بتاريخ 27 ابريل لغايه 22 ابريل 2030. السفيره الامريكيه الزياره اللي انتم شايفينها دي كانت في 25 مايو. يعني بعدها بشهر كامل. فانت متخيل ايها العاقل سفيره جايه لابسه احمر وجايه باب الورد وجايبه تقول للنادي الاهلي مبروك وجودكم في المونديال الامريكي عشان ما اديتش الرئيس التاشيره. يعني يا جماعه ما انا بقول لكم هو الهدف تمرير مفهوم تاني خطير، مش فكره التاشيره ولا السفر ولا المرض. هذا غرض فيه مرض كبير. فانت متخيل ان الكلام ده لما ينطلع على حد عنده 81 سنه ما ينطليش على شاب صغير ما عندوش خبره في الحياه ولا درايه بالامور. على فكره كابتن الخطيب الوحيد في المجلس اللي محتاجش يروح السفاره عشان يعمل المقابله بتاعه التاشيره. يعني الناس تقديرا لاسمه وقيمته منحوه التاشيره من غير ما يروح يعمل الانترفيو بتاع السفاره. وكانت عنده التاشيره دي قبل كده وخلصت قبلها بشهور. ان انا عايز امرر مفهوم معين وعايز اصدر صوره ما. لا لا ده لا اعلام ولا احترام ولا تقدير لقيمه. هتقول لي فيها انتخابات، اقول لك فيها انتخابات ونص. خدمه لمرشحين، خدمه لمرشحين. تشويه صوره، تشويه صوره. يعني انت تقصد تقول ان هو طلع يقول الكلام ده في توقيت عايز يضغط على الكابتن الخطيب عشان ما يترشحش. هو الكابتن الخطيب هو اللي يملك القرار، هو اللي يقدر امره. الراجل ده يا جماعه الظروف اللي الكابتن الخطيب فيها كل الاسباب المرضيه ربنا يشفيه ويعافيه كلها بسبب الكوره والاهلي والمنتخب. سواء بالحقن الكورتيزون اللي كان بياخده قبل ماتشات مهمه. ده بمناسبه امريكا، ده الكابتن الخطيب خد حقنه كورتيزون صعبه عشان يلعب الاولمبياد بتاع لوس انجلوس في امريكا، ماتش امريكا. شوفوا ماتشات الاهلي، اصابه العين اللي سابت اثر، الاصابات المختلفه في جسمه كلها بسبب كونه لاعب مهم في النادي الاهلي تحمل الكثير من الاصابات مع الاهلي ومع منتخب مصر. فالراجل لا عمره اثر في حق الاهلي ولا اتاخر عن اداء واجب للنادي الاهلي، وهو وحده بس اللي يملك ياخد قراره. لا هيضغط عليه لا مدحت شلبي ولا غير مدحت شلبي عشان ابدا اصدر صوره ما واقول انه بصوا تتصرف ازاي. يا عم انت والنبي كنت على حافه الهويه من الحياه. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويشفي الجميع. ما هكذا تورد الابل ابدا يا عم مدحت. صوره واحد رفض له مع السفيره رفضت له التاشيره. يعني اتفرج على الصوره الاول، شوف السعاده اللي بين الاثنين. هل دي صوره واحد عنده ازمه انه ياخد تاشيره من السفيره وبعدين اللي بتزوره؟ يعني ما انا بقول لكم الكلام ما ينطليش على حد صغير. يعني لكن هو الهدف تصدير صوره معينه يمكن ربنا والخروج لمفهوم معين. عشان هو ربنا اراد ان يقول دي عشان المصداقيه بقى. انما هو آتي يعني بالظبط. انما لو الفكره انه يا جماعه الاعلام يبقى بهذا الشكل، هو انا لما اجي اقدم اعلام محترم بيحترم متلقي وبيحترم جمهوره، عايز اقول انه في خطأ في عقد مارسيل كولر اقول ويستمع اليك. تكون ارقامك دقيقه، شرط جزائي موجود في العقد، اسبابه ايه وظروفه ايه تقدر تتكلم فيها حتى براي نقدي، محدش يلومك. بس وانت بتقول لي انه ده اهدر على النادي كذا، الامانه والموضوعيه والاحترام والمهنيه وكل قيم الممارسه الاعلاميه تقتضي ان انت تبص على الزاويه الثانيه. طب هذا المجلس اللي انت بتشيله عقدين بتوع ريبيرو ومارسيل كولر، اخبار الانجازات اللي عملها حتى على الصعيد المادي نفسه والدولاري اخباره ايه؟ حجم المدخلات اللي عملها،
حجم الانجازات اللي حصلت، حجم البطولات اللي جابها، حجم الانشاءات، نمو الميزانيه. انت عايز حلقات علشان تستعرض الايجابيات. حتى استاذ ابراهيم في مجال ان تستحدث لاعب ولا يوفق لم تهدر المال العام. انت بتتوسم بناء على معطيات معينه، ووقت ما جددوا لكولر، وان كنت انا مش موافق على الاصاغ العقد بالطريقه دي وده موضوع تاني. كان وقتها الراجل قيل انه جاي له عقد، وبعدين في سلسله نجاحات عايزين نكملها عشان رايحين امريكا وندي نوع من الاستقرار الفني للفريق. ده كان مسؤوليه متخذ القرار في النادي الاهلي، وتصوره كان وقتها القرار سليم، وان كان التنفيذ يشوبه بعض. ما كانش حد متوقع انه هيخفق وتضطر ربما، لكن في كل الاحوال الصياغه كانت عايزه شيء ادق من كده. انما لما اجي اقيم الموقف، انما هو مين اللي فضل يضغط؟ كولر لازم يمشي، الراي العام والصالح العام. يعني انت حتى لما اتخذ القرار كان بهدف توفير ظروف افضل للفريق. ايوه. وبعدين هل ده بيحصل في الاهلي ولا في العالم كله؟ ممكن ما يبقاش بالطريقه دي، ممكن تبقى صياغه العقود يلتفت الى نقدك اللي احنا نفسنا قلناه، ان عقد كولر كان يجب اللي صاغه يتنبه الى هذه النقاط، انه ربما تحتاج انك انت تفسخه. ما حدش وقتها اهتم، لان ما كانش متوقع هذا الامر. وهي دروس بتعلمك انك انت بتدفع ثمنها. مين قال انك انت امال الخبره ليها ثمن؟ يعني ايه؟ كل غلطه بتعلمك حاجه تخليك تتفادى اخطاء افدح. واخد بالك؟ لكن انك انت تقول لي انت جبت ده وما نفعش، جبت، طب ما لو كانوا نفعوا كانوا كملوا. ايوه. ما كانش فيه مشكله وقتها. ايوه. وكولر بداياته مرعبه، فايلر بداياته مرعبه، وموسيماني بداياته مرعبه. العالم كله، هو حد يصدق ان جراديولا يكون دي نتائجه اخر سنتين مع المان سيتي؟ حد يصدق هذا الكلام؟ لا طبعا. هل المان سيتي يقول اهدرنا المال العام في عقدنا مع اللي عمالين كانوا يدوا ويعظموا في قيمه عقده؟ ما هو كان عندهم اسبابهم. يا كابتن ماشي، انت من حقك تثير هذا التساؤل، ومن حق الناس تجاوبك بالطريقه اللي انا بقولها دي، وان كان ارجع تاني اقول انها تجربه تؤدي الى نخلي بالنا في العقود كل الاحتمالات. لكن انك تشخصن النقد يتحول من نقد الى طعن في السمات، طعن في البني ادم ونيته واغراضه ومصداقيته في اللي فات وفي اللي جاي. ده شيء خطر جدا. وعلى رايك التلقيح بين اسباب المنع ربما وربما، لان ايه هيتمنع ليه؟ واحد بحجم رئيس النادي الاهلي يتمنع ليه؟ يعني ايه جات لك منين الفكره دي؟ طب انت تحريت طبيا وعندك اجابه مؤكده ان كابتن الخطيب مش تعبان؟ يا راجل ده القاصي والداني يعلم هذا الامر، وقلنا مش مساله ظهر وهي المشكله الكبيره. وربنا بس احنا من سنه ونص لما ايام العمري فاروق رحمه الله عليه احنا اصبنا هذا الكلام. قلت لك انا حكيت لك واقعه بيني وبين الكابتن الخطيب. ده كان مسافر عشان قلت له، قال لي انا جاي، الدكتور قال لي ابعد 6 اشهر تماما عن المسؤوليات والاسترس، فانا جاي اسلم العمري النادي وهطلع لمده 6 اشهر يعادلي، وانتوا شوفوا الكوره اذا كان لكم طلبات في الشركه كان بيرتب دولاب العمل. وسافر فجاه حصل ما سافرش ده وهو موجود قبل ما يسلموا المسؤوليه، حصل اللي حصل. فالصدمه كانت ما قدرش يطلع الاجازه دي، ما قدرش. ومن ساعتها هو يتحامل، والومه على هذا انه يتحمل عن نفسه كل هذا التحامل. يعني جيت على نفسك زياده، كان من الممكن، ولكن هو بطبعه شخص قلوق على المصلحه، يعني عايز يتاكد ان كل حاجه هتكون ماشيه وسليمه وكده.
ربنا يدي الصحة للجميع بما فيهم الكابتن مدحت شلبي، ولكن على رأيك ما هكذا تورد الإبل أيها الإعلامي المخضرم اللي ما تجيش منك إلا إذا كنت قصدها.